الموازين كثيرا هذا العام، فالشباب يعيش ظروفا صعبة بسبب الانطلاقة السيئة، في حين يعيش مولودية الجزائر فترة زاهية بتواجده ضمن فرق المقدمة. ويحاول الشباب الذي استخدم مدربا جديدا أن يفوز بالمباراة ويجدد العهد من الانتصارات والابتعاد عن منطقة الخطر. اشتغلنا بما فيه الكفاية رغم ضيق الوقت، رغم الوضعيه الحاجه اللي كيعيشها الفريق، ولكن ان شاء الله الرحمن الرحيم عندنا امل كبير باش ان شاء الله نخرجوا من هذه المقابله اللي هي صعيبه بزاف، ونهديو الجمهور تاعنا داكشي اللي كينتظر. نفس الانطباع نلمسه لدى لاعبي الشباب الذين يعولون على خبره المدرب المغربي في تجاوز المولوديه واستعاده الثقه بالنفس وتحقيق الانطلاقه المرجوه. بادو زكي اللي يمدلنا بزاف عفايس اللي راح نتعلموهم معاه ان شاء الله، وان شاء الله يكون فيها الخير علينا ونكونوا فيها الخير عليه ان شاء الله، باش نديروا هذاك لو ديكليك اللي يستناوه كاع داك الناس. ومع ذلك تبقى المباراة صعبة للطرفين لطبيعة الدربيات التي لا تعترف بهكذا معطيات وتلعب على جزئيات صغيرة يصعب في الغالب التحكم فيها.